السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع حضراتكم هنتعلم عطل جديد وطريقة حله، وكمان هنتعلم طريقة قياس اللوك في الغسالة الأكوا اللي قدامنا دي دلوقتي. الغسالة دي يا جماعة مشكلتها ان العميل بيقول ان هي واصلها كهرباء زي ما حضراتكم شايفين كده، ولكن ما بتاخدش اي اوامر خالص. طبعا دي يا جماعة انا مديها امر غسيل، ولكن هي ما بتستجيبش للاوامر، وكمان اللوك ما بيقفلش. فدي طبعا يا جماعة في الغسالات دي ده عطل لوك، وطالما ان اللوك ما قفلش يبقى الغسالة مش هتاخد اي اوامر على الاطلاق. طيب احنا مع بعض النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم ازاي نغير اللوك، وهنتعلم ازاي نحدد المشكلة من اللوك ولا من الضفيرة ولا من التايمر، بطريقة قياس اللوك بالافو او بنز امبير. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا شلنا القفيز اللي على الكاوتشة، وشلنا كاوتشة الباب، وبنقوم بفك المسامير اللي هي بتكون مثبتة اللوك في جسم الغسالة. بتبقى اللوك متثبت بمسمارين في جسم الغسالة. بمجرد ما نفك المسامير دي يا جماعة اللوك بيبقى حر معانا وبيخرج معانا، نقدر نغيره أو نقدر نقيسه أو نقدر نختبره. زي ما حضراتكم شايفين هو كده ده اللوك يا جماعة. بيبقى طبعا مثبت في كفر بلاستيك كده زي ما حضراتكم شايفين. احنا بكليبسات احنا بنخرجه من اللوك ده، بنخرجه من الجراب ده، وبيبقى راكب فيه الفيشة بتاعة الكهرباء. بنخلع الفيشة كده يا جماعة وبناخد اللوك على الاختبار. كل اللي احنا محتاجينه يا جماعة بنز امبير او افو، وبنجيب الافو على وضع البزر او الاوم. واللوك ده طبعا 3 طرف. احنا بنضع طرفي الافو على الطرف الاول والاخير في اللوك ده. واحنا كنا نزلنا قبل كده طريقة قياس مجموعة من اللوكات ال3 طرف، هنلاقيها موجودة على الصفحة بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين ده ما اداناش اي قراية خالص. ده اللوك جديد كمان احنا برضو بنجرب ان احنا نقيسه علشان اوري حضراتكم اللوك لما بيكون سليم بيدينا قراية على اول طرف واخر طرف، بيدينا قراية يا جماعة. اذا اللوك ده سليم، واللوك ده انا لسه طبعا جايبه جديد علشان اركبه بدل اللوك التالف. بجرب لكم خطوة بخطوة وبعرفكم ازاي نقيس اللوك، ازاي اعرف ان اللوك سليم ولا فيه مشكلة. طيب لو انا ما عنديش افو يا جماعة، بجيب في اللوك ده، انا بتكلم على اللوك ده بس، هجيب فيشة او كابل في ترميلتين. بحط ترميلة على الطرف الاول والطرف الاخير، وبحاول اقفل. انا طبعا دلوقتي بكلم الفنيين وبحاول اقفل اللوك. لو لقط معانا هسيبه دقيقتين او 3 واشوفه هيفتح ولا ايه. طبعا احنا ركبنا او بنركب اللوك الجديد زي ما حضراتكم شايفين. موضوع سهل وبسيط جدا يا جماعة، وانا بحاول بقدر الامكان ان انا ببسط الموضوع وبشرح بطريقة سهلة علشان المبتدئين.
وعلشان برضو لو في حد بيقتني الغسالة دي وعنده نفس المشكلة أو مر بنفس المشكلة دي، إن هو يحاول أو يعرف يصين جهازه بنفسه. ده طبعا هيوفر عليه وقت ومجهود وفلوس برضو يا جماعة، اللي يقدر يصين جهازه بنفسه. والغسالة الأكوا دي من الغسالات المعمرة، من الغسالات المحترمة بأمانة، وأعطالها بسيطة جدا جدا جدا. احنا بنثبت المسمارين تاني في اللوك زي ما حلينا بالظبط، وبنركب كاوتشة الباب تاني. الكاوتشة بتركب بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. وبنركب القفيز على الكاوتشة تاني، وبنقفل بابنا ونجرب غسالتنا. نختار برنامج كده، طبعا هنشوف الغسالة هتستجيب معانا. زي ما حضراتكم شايفين الغسالة اشتغلت معانا يا جماعة. إذا كانت المشكلة في اللوك. النهاردة قدرنا نحدد العطل فين، وقدرنا كمان وعرفنا ان احنا نقيس اللوك ونعرف ازاي نقيسه. في نهاية حلقتنا انا بشكر حضراتكم، وطبعا يا ريت تدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات الجديدة. واحنا في انتظار دعمكم وانتظار بقائكم ووقوفكم جنبنا علشان القناة تستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.